أليسا قضت 5 سنين في السجن بدل حبيبها، لكن أول ما خرجت ما لقيتش حبيبها مستنيها. اللي كان واقف يستقبلها كان أوسكار، ابن أغنى راجل في البلد. اتضح إن أليسا زمان كانت أنقذت حياة واحد من عيلة الأغنياء، وعشان كده أوسكار جه بنفسه علشان ياخدها. بس أليس كانت مستنية حبيبها فرفضت مساعدته. أوسكار ما ضغطش عليها، أليس فضلت تستنى وتستنى، بس حبيبها ما ظهرش ولا حتى بيرد على تليفونه. افتكرت عنوان بيت حبيبها وراحت له، ولما وصلت لقيته في البيت بيرسم. في اللحظة دي مساعده فاكره إنه المفروض يروح يجيب أليس من السجن، وكان قلقان إنها تعرف الحقيقة إن ال5 سنين اللي فاتوا أليس كانت بتتحمل الذنب بدل أخته بالتبني مورجانا، وإن الشخص اللي هو بيحبه بجد هو مورجانا مش أليس. أليس لما عرفت الحقيقة قلبها اتكسر، شالت دبلة الخطوبة ورمتها ورجعت بيت أهلها. المفاجأة إن العيلة كلها ما كانتش مصدقوا، وكأنهم نسيوا أصلاً إن أليسا واحدة منهم. وبوجود أليس أبوها أعلن فوراً إنه هيدي كل الأسهم لمورجانا. أليس اتضايقت جداً لأن الأسهم دي فيها ميراث أمها، لكن أبوها قال لولا مورجانا اللي جابت أوسكار يساعد الشركة كانت الشركة زمانها وقعت. أليسا ضحكت بسخرية وقالت إن مساعدة أوسكار للشركة كانت علشانها هي مش علشان مورجانا، وسخرت من مورجانا وقالت إن مورجانا أصلاً اللي تعرف تدخل نفسها السجن. مورجانا شكت فوراً إن أليسا تكون عرفت الحقيقة، فردت عليها وقالت إنها بتقول أي كلام، وبعدها رجعت أوضتها وهي متوترة. لكن أول ما دخلت اتفاجئت إن كل حاجتها مرمية في الطرقة. مورجانا اتجننت وراحت تواجه أليس، لكن أليس ضربتها بالقلم وقالت لها بوضوح إن البيت ده ميراث أمها ولازم تمشي فوراً.